ورجعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستقبل استاذه جيهان انور، معلم اول رياض اطفال، وبنتكلم النهارده عن الصداقه ومفهوم الصداقه. الحقيقه اتكلمنا في بدايه حلقتنا مع جنه ووضحت لنا مفهوم الصداقه من وجهه نظرها. نفهم بقى اكتر من والدتها ايه هو مفهوم الصداقه اكتر. اولا برحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك وسعيده جدا بحضرتك استاذه جيهان، وبجد ربنا يخلي لك جنه، يعني بجد نموذج ما شاء الله ومشرف جدا. ربنا يحفظك يا رب. يا رب نشوف بنات يعني كتير كده زيها ما شاء الله. يا رب يحفظهم جميعا ويبارك لنا فيهم يا رب، ونشوفهم دايما في احسن حال ان شاء الله. طيب كلمينا بقى عن رسول الله التربيه، اتفضلي. الاول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. بالنسبه للصداقه ما فيش شك ان الصداقه قيمه مهمه جدا في حياه كل فرد. ما فيش فرد فينا يقدر يستغنى عن ان يكون له صديق سواء كبير او صغير. اما بالنسبه لمعنى كلمه صداقه، فالصداقه جايه مشتقه من كلمه صدق. فانا لما هصادق حد يبقى انا هبقى صادق في كلامي، مش محتاج اكذب مع صديقي، مش محتاج اتجمل في المشاعر. كويس. ده معنى كلمه صداقه مشتقه من كلمه صدق. كويس. اما بالنسبه لمعايير الصداقه، لازم وانا بختار صديقي اراعي عده معايير. اولها الاخلاق. لازم يبقى صديقي على خلق، زي ما قالت جنه، لو صديقي اخلاقه عاليه. جنه اللي حضرتك معلماها بالظبط كده. زي ما هو لو كانت اخلاقه راقيه هياخد بايدي، لو كانت اخلاقه متدنيه برضو انا هنزل لمستواه. حتى هتلاقي الكلام ده اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتر من حديث. في حديث قال لنا فيه المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. خلي بالك من الصديق اللي انت هتصاحبه. صحيح. في حديث تاني قال لنا مثل الصديق الصالح والصديق السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك ده يعني بيوصف لي الصديق الصالح بشخص حامل عطور جميلة، ريحتها جميلة جذابة. فانت لو صديقت الشخص ده اقل ما فيها هتشم منه ريحة طيبة، ده ما كانش هيديك. صحيح. اما نافخ الكير ده شخص بيصهر الحديد. فعملية صهر الحديد بتطلع شرار متطاير، بتطلع نار. اقل ما فيها هتشم ريحة خبيثة. فده الصديق الصالح وده الصديق السوء. قال لنا كمان في حديث تاني صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى الصحبة الصالحة بتشدك لفوق، يشد بعضهم بعضا. انا لو في صحبة سيئة، لو انا حابب اذاكر، يا عم اقعد لسه بدري، يا عم لسه بدري على الامتحان، طب ما تيجي معرفش نروح فين، طب ما تيجي نعمل ايه. يبقى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى اول معيار علشان اختار صديقي الاخلاق. بعد كده الامانه، لازم احس معاه ان الشخص ده امين على سري، هيحفظ سري. بعد كده يبقى عنده سعه صدر، يسمعني، ايجابي، يدعمني ويشجعني لما يلاقيني كويس في حاجه او بعمل مشروع جديد، يقف جنبي ويدعمني وياخد بايدي. بالظبط. في حاجه بقى مهمه جدا جدا جدا، معظم الناس ما بتاخدش بالها منها، اللي هي وانا بحب صديقي ده اخلي بالي من حبي ليه. يعني ايه؟ ما سيبش نفسي، ما سيبش مشاعري للحب تنجرف لدرجة ان احس ان ما ينفعش اعيش من غيره. ما اقدرش استغنى عنه. الدرجة دي خطر جدا. يعني بيبقى في حدود برضو في الصداقة. في حدود، مش طول الوقت انا صديق ده هو انا اسيطر على نفسي، رايح جاي رايح جاي، وقع مني يوم يبقى انا كده خلاص حياتي اتدمرت. انا لازم اسيطر على نفسي واسيطر على مشاعري. ما احطش في اعتقادي ان ده صاحبي وحبيبي وصديقي وما اقدرش استغنى عنه، ما ينفعش اروح في حته من غيره، ما ينفعش اخد قرار لما ارجع له. لا، لازم يبقى في حدود. الاتزان والتوسط في مشاعري، لازم ابقى متزن. ليه؟ لان قلوبنا متغيره. النهارده ياما سمعنا ان في 2 اصدقاء وحبايب وقاعدين مع بعض وبيروحوا مع بعض وبيجوا مع بعض، وفجاه
واحده اتقلبت على الثانيه صحيح. وبوظت لها كل حياتها ودمرت لها كل حياتها. صح. لو انت حطيتي في دماغك ان دي مش هقدر استغنى عنها، في الوقت ده هيحصل لك شوك، صدمه نفسيه مش هتعرفي تخرجي منها بالساهل. فالتوسط كويس. في التوسط والاتزان في علاقه المشاعر الاصدقاء مع بعض. ده شيء مطلوب جدا جدا. في مقوله انا بحبها قوي، اتفضلي. بتقول: احبب صديقك هونا ما عسى ان يكون عدوك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. طيب. فهنلاقي الكلام ده فين؟ في الحكم والامثال الشعبيه، يقول لك: ما محبه الا بعد عداوه. تمام. وهنلاقي يعني ممكن انك يعني برضه ما تبقاش متسرع قوي في علاقتك بالصديق ولا في علاقتك بالعدو، ممكن كل واحد فيهم يتغير. ولا لما قرر ان قاعديه ما اقفلش كل الابواب، اسيب باب مفتوح. يمكن الباب ممكن ده يرجع تاني، يمكن الباب ده يرجع ما بيننا صداقه كويسه. كويس. طيب حضرتك كمعلم رياض اطفال بالتاكيد في المدرسه وفي الفصل الدراسي بتشوفي بقى، يعني مش عارفه الصداقات الاولى بقى في رياض الاطفال دي بتهيألي هي بتبقى فيها براءه شديده جدا، وفيها زي ما حضرتك بتقولي ممكن يبقى فيها التعلق ده جدا. يعني ان انا لو في طفل مثلا مصاحب طفل وسابه وراح لعب مع طفل تاني ممكن يعيط، دي مأساة يعني. ممكن يعيط، ما تكلمنيش ده كده. قولي لنا بقى حاجه كده ازاي. والامهات اصلا تبقى متخوفه قوي في موضوع اصلا انفصال اولادها من البيت ومروحهم لرياض الاطفال، وانه ممكن يعني فعلا الولد ما يعرفش يكون صداقات، او ما ان هو عنده مشاعر مثلا تجاه مثلا اصدقاء في نادي في مكان تاني، فمش عارف يكون صداقه جديده. الحاجات دي كلها بيبقى فيها تخوفات. يعني الاولاد دول انا كمعلمه انا امينه عليهم. الام جت سابتهم لي، عندها امل ان المعلمه دي هتعلمهم اكتر مني، هيستفيدوا اكتر، هيستفيدوا من المعلمه اكتر ما يستفيدوا مني كأم. فهي سايباهم ليا امانه، فانا لازم اكون قد الامانه دي. اعرف ازاي انزل لمستوى الطفل واحببه فيا. الطفل لو حبني هتبص تلاقي الام بتيجي تقول: بيتكلم عنك كتير في البيت، عايزه اروح للميس، هو ينفع يا ماما الميس تجيلنا؟ يا ميس ده كلامك قانون عندنا، اعملي بتعمل، ما تعملش ما بيعملش. طب ميس انا عايزه الولد يعمل كذا كذا ومش بيسمع كلامي، لو حضرتك قلتي له انا واثقه انه يسمع كلامك. فبيسمع كلام المعلمه اكتر ما بيسمع كلام الام. ده لو حبها، ده لو حب المعلمه. طب يحبها ازاي بقى؟ يحبها ازاي؟ تنزل لمستوى تفكيره، تتقبل منه الخطأ، لان هو لسه هو بيغلط، مش فاهم ان ده غلط. ده غلط. أيوة. مش تنهره، مش تزعق له: انت ايه اللي انت عملته ده؟ ما يصحش كده، مش ينفع كده. انزل لمستوى تفكيره، اساله: انت ليه بتعمل كده؟ اكيد هتلاقي عنده اجابه. اسمعي حضرتك مبررات كتير، اكيد هتلاقي عنده اجابه. يعني ايه المبررات اللي ممكن الطفل مثلا تلاقيه عنيف يقول لك انا عنيف بسبب كذا؟ يعني برضه الامهات يعني ممكن تستوعب مع حضرتك دلوقتي. يعني مثلا مسك قلم زميله وكسره مثلا. فتبص تلاقي دي حاجه بسيطه هي بالنسبه لنا احنا، لكن بالنسبه لحضرتك ليها مبررات. فانت لو تساليه: طب ليه بقى؟ هتبص تلاقيه زميله ما عرفش قرصه، زميله عضه، فبدل ما يقول لي مش عارف يقول لي هو قرصني، هو عضني. فانت لو سالتيه هتلاقي عنده مبرر للي بيعمله. مش هو مش من باب للطاق بيعمل كده. ما انا بقول هو ما فيش طفل ممكن يعمل كده لوحده. لا، لازم يكون في سبب. فانا لازم انزل مستوى تفكيره، افهم اساله هو ليه بيعمل كده. طب التعلق بقى والصداقات بقى اللي بتحصل في الفصل في رياض الاطفال بالذات، او الصداقات بقى في البيت عند حضرتك برضو لاولادك، لما بتقول لهم الصداقات بتبقى ازاي؟ يعني حضرتك دايما اكيد عندك للصغيرين بتقول لهم حاجه في الفصل وفي البيت عشان يصادقوا حد يعني. في الفصل انا كمعلمه اعرفهم مفهوم الصداقه عن طريق القصه الموجهه، مسرح العرايس. اخلق موقف من خلاله زي مسرحيه صغيره كده، من خلاله اعرفه في حاجه اسمها صديق، يعني ايه صداقه، من خلال الانشطه الجماعيه. طبعا. من خلال الانشطه الجماعيه، نشاط موسيقي، نشاط رياضي. من خلال الانشطه دي تبص تلاقي كل 2 3 بينسجموا مع بعض ويعملوا جروب
ويكونوا صداقات من خلال الانشطه الجماعيه. الانشطه المدرسيه التعليميه دي ممكن تخلق صداقات، ممكن تكون صداقات، لان ده عمل جماعي. فغصب عنهم بتلاقي كل 3 4 كده بينسجموا ويكملوا العمل بتاعهم عشان ينجزوا العمل. وتلاقي البنات مع بعض والصبيان مع بعض لوحدهم، سبحان الله. وتلاقي البنات مع بعض. في حالات شواذ، تبص تلاقي طفل كده بريء بيتعامل بكل براءه، يسيب الكرسي بتاعه ويتنقل جنب كرسي فيه له زميله صغيره بالبراءه كده، بكل براءه بكل براءه. تبص ليه بيبوسها ممكن لازم اخد موقف. هو شاف فيها، هو شايف انها زي اخته. هو مش شايف اكتر من كده. هو مش شايف اكتر من كده. 4 5 سنين. فشايف فيها اخته. هي بتعامله بلطف. بتوجهي الصداقه هنا بين الولد والبنت ازاي مثلا؟ هنا بقى لما اشوف الموقف ده، تعال حبيبي انت عملت ايه؟ انت بوست صاحبتك ليه؟ انا بحبها زي اختي. تمام حبيبي، بس بعد كده ما ينفعش، لان دي مش اختك، دي زي اختك. احنا هنا هنعرف العلاقه ما بين الولد والبنت. لازم افصل، لازم يبقى في عشان يكبر بقى على العلاقه دي. لازم يبقى في حدود بقى. يا حبيبي هي فعلا زي اختك، بس هي مش اختك. انت تبوس اختك بس ما تبوسش حد تاني غير اختك. طبعا، او اي حد والله، اختك او اخوك، ما تبوسش حد في الشارع يعني. كمان تديله سلوكيات برضو عامه للتلميذ. اغرس فيه قيم واخلاق. القيم والاخلاق اللي هتتغرس في الوقت ده هتكمل معاه بعدين، هتريحني انا كأم. طبعا لما حضرتك برضو ممكن تجي لك ام تقول لك ما فيهاش حاجه يعني لما يبوس زميلته، لا هتردي عليها. هيكبر على كده. هيكبر على كده. ممكن تجي لك ام هي برضو مش فاهمه اصلا، فانت ممكن توصلها. لا لازم اوصل لها الفكره. هو هيكبر على كده. يعني الطفل عجينه بتشكليها زي ما انت عايزه. هو لسه بيخرج من المجتمع، بيفهم المجتمع عامل ازاي. اللي شافه او اللي نشأ عليه بينفذه. وخلي بالك انت في البيت كأم قدوه لابنك. هو اول ما شافك انت، خلي بالك من تصرفاتك. انت عايزه ابنك يطلع مش عصبي، ما يشوفكيش بتتعصبي. عايزه ابنك منظم، يشوفك انت منظمه في حياتك. ابنك هيطلع زي ما انت عايشه، مش زي ما انت عايزه. يعني انا عايزاه هادي طب وانا بتعصب ازاي؟ يبقى ابنك هيطلع زي ما انت عايشه، مش زي ما انت عايزه. فخلي بالك من تصرفاتك. المعلمه كمان تخلي بالها من تصرفاتها، لانها قدوه للطفل. بالظبط، يعني دي نقطه مهمه، وحضرتك بتقولي عارفه حكم برضو كده ان هي زي ما انت عايشه مش زي ما انت عايزه. فعيشي اللي انت عايزاه بقى، عيشي بنظام. بالظبط. انت عايزه ابنك يبقى ايه؟ انت عايزه ابنك يبقى ايجابي، خليكي ايجابيه، متعاون، يشوفك بتتعاوني. راي وراي اخر. بالظبط. مش عايزه ابنك يبقى كذاب، يبقى ما يشوفكيش ابدا بتتكلمي في التليفون وتقولي والله ما عرفتش اجي لك امبارح عشان عندي مشوار، وهو ما شافكيش رحتي في اي حته امبارح. صح كده. اللي بيشوفك بتعمليه هو بيعمله بالظبط. فخلي بالك من تصرفاتك. ما ترجعيش تقولي هو بيكذب ليه، هو متعصب ليه، هو ليه على طول عصبي. ما هو من اللي حضرتك شايفه منك. بالظبط كده. بالظبط كده. يعني مهم جدا بجد ان النقاط اللي حضرتك ركزت عليها دي يا استاذه جيهان نخلي بالنا منها، وما نزعلش ابدا لو في توجيه من المعلمه في الفصل تجاه بعض السلوكيات في الصداقه بتاعت ولادنا، لازم سلوكيات ولادنا بشكل عام. لازم استجيب للمعلمه، لان المعلمه دارسه خصائص الطفل. كويس طبعا. فانت ما تعرفيش خصائصه ايه، هي درست. فاسمعي لها اكيد هتستفيدي. كويس. طيب نرجع لاولاد حضرتك في البيت برضو مره ثانيه، فكره الصداقه وحضرتك بتديهم زي ما قلنا كده بعض المعايير. لو لقيتي حضرتك بقى انه في صديق ممكن ما يبقاش على يعني ما ينفعش ضرب او على الطريق، لو طب بتتصرفي ازاي؟ برضو الامهات تسال حضرتك. يعني بص حضرتك كأم. انا الحمد لله مر عليا مراحل كتير، مراحل طفوله كتير. يعني انا عندي جنه دي في ثانيه اعدادي. ما شاء الله. عندي رفيده في ثالثه ابتدائي. ما شاء الله. عندي كريمه 26 سنه. الله اكبر، ما شاء الله. ما شاء الله. عندي يوسف بكالوريوس السنه دي. فالحمد لله مر عليا مراحل كتير ما شاء جدا. الله، ربنا يخليك. فعندي الحمد لله خبرات تكفيني الحمد لله اني ربنا يوفقني يعني ويعيني ورب البنت الاخيره دي افضل بقى. احنا كل ما بيجي جيل بنتعلم منه. الجيل الاصغر اصعب بكتير. بنتعلم من الجيل اللي فات. يعني انا في حاجات بعملها هنا مع جنه ما عملتهاش قبل كده مع كريمه، لاني انا اتعلمت حاجات تانية جديده، جدت على المجتمع وجدت على الحياه.
الحياه بالظبط، اتعلمت حاجات جديده. فانا مع الوقت بتعلم، واعتقد على سن رفيده لما تبقى قد جنه اعتقد ان انا هتعلم اكتر برضو، هعملها معامله تناسب الوضع بتاعها بقى. خلاص جيل تاني مختلف خالص طبعا، بالظبط يعني كده. من جنه لاختها جيل تاني خالص. بالظبط كده. فازاي ابقى صديقه بنتي في البيت؟ ازاي الامهات بقى كتير عايزه تسمع. بصي بقى يا ستي، الامهات اللي عايزه تسمع ورقه وقلم يا ست كله واكتبي ورا استاذه جايه. بالظبط كده. انت علشان تبقي صديقه بنتك في حاجات كتيره احنا بنعملها في حياتنا بتبقى غلط واحنا مش واخدين بالنا. اولا النقد الدائم، على طول بنقدها. ايه اللي انت عاملاه ده؟ شكلك مش حلو، لا لبسك مش حلو. بلاش النقد. بلاش العنف. بلاش لما تيجي تحكي لي حاجه رد فعلي يكون اكبر من اللي بتحكيه. خلي بالك وانت بتعاملي بنتك، اعرفي طبيعه وخصائص المرحله بتاعتها. عندي حاجات مهمه جدا اساسيه علشان اقوي العلاقه بيني وبين بنتي. اول حاجه الحوار، المناقشه، الدعم والتشجيع. لما الاقيها بتعمل حاجه او بتنجز حاجه اشجعها، ادعمها، اصورها وهي ناجحه في شيء معين، اعمل لها البوم صور واقول لها بصي انجازاتك. كل شويه نقعد نفتح الالبوم ونتفرج على انجازاتها. دعم، تشجيع. اخلي بالي من رد فعلي. لما تيجي تحكي لي حاجه اخلي بالي ان البنت لازم تحس ان انا امينه على سرها. طبعا مش هقول لها حاجه ابص الاقي ماما حكيتها لاخواتي وبعدين حكيتها لبابايا، خلاص مش تيجي تحكي تاني. لما تيجي مثلا تقول لي تصدقي يا ماما انا كان 2 اصحابي النهارده في المدرسه متخانقين وانا اللي صلحت ما بينهم. بص بقى الاستهزاء والسخريه بيخلي البنت ما تجيش تحكي لك حاجه. ما شاء الله، وانت بقى شيخ الحاره اللي عرفتي تصالحيهم على بعض. ده سخريه، مش هتيجي تحكي لك تاني. تحكي تاني تماما طبعا، مش هتيجي تحكي لك تاني. المفروض ادعم السلوك ده، اقول لها كويس والله برافو عليك، اشجعها، ادعمها، ابقى ايجابيه معاها. في بقى 3 حاجات اساسيين جدا خلي بالك منهم. انا عملتهم كده في لحن موسيقي، خلي بالك منهم. المعايشه اليوميه، الجلسه الاسبوعيه، الخروجه الشهريه. يعني ايه الكلام؟ واحده بقى، واحده بقى. مش تعويذه يا جماعه، ده خلي بالك، ده سر. اتفضل. ده سر الخلطه. اتفضل. ده سر الخلطه. المعايشه اليوميه ان انا يوميا على الاقل ابقى معاها 10 دقائق يوميا اتصال، يا اما مباشر يا اما غير مباشر. ازاي اتصال مباشر؟ ادخل عليها الاوضه، حبيبتي وحشتيني، ها عامله ايه النهارده؟ عملتي ايه في المدرسه؟ انا شايفاكي مرهقه. عملتي ايه في المشكله بتاعت زميلتك؟ حلوها ازاي؟ عملتوا ايه؟ يبقى حوار واتصال مباشر. وفي بقى اتصال غير مباشر. بتلاقي معظم البيوت دلوقتي الا ما رحم ربي كلها تقريبا كله قاعد في اوضته مع موبايله، ما يعرفش حاجه عن التاني. ده غلط تماما. المعايشه اليوميه هتخليني لو في حاجه جديده عندها من قعدتي ال10 دقائق دي هكتشفها كويس. هكتشفها، يبقى هكتشف الجديد اول باول اول باول. يبقى لو في موضوع مش هيلحق يكبر انا هكتشفه بحكم خبرتي. يبقى في ده اتصال مباشر. في اتصال غير مباشر ازاي بقى؟ اني عن طريق التليفون بقى ابعت لها ايموجي، ابعت لها رساله انا بحبك، انا ما اقدرش استغنى عنك، انت حياتي، انا عايشه في الدنيا عشانك. لازم الاشباع العاطفي. صحيح. الاشباع العاطفي لو انا ما اشبعتهاش عاطفيا هتدور على الكلام الحلو بره. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيئم بالصحابه وبيسجد. جاء الحسن او الحسين ركب على ظهره فتاخر في السجود، فالصحابه مستغربين ده طول قوي في ايه. فواحد ساله بعد الصلاه قال له حضرتك اتاخرت في السجود كان في ايه؟ قال له الحسن او الحسين كان راكب على ظهري فسبته لما هو نزل لوحده. يا سبحان الله، ده اشباع. انا مش هقول لك كان يقدر صلى الله عليه وسلم انه يجيبه يمد ايده كده ويجيبه يقعدوا جنبه، طول في السجود لحد ما هو نزل لوحده. ده اشباع عاطفي.
ف وحضرتك قلتي الخروجه الشهريه كانت اخر حاجه. في بقى جلسه اسبوعيه لازم اجمع الولاد واعرفهم يا ولاد في ساعه في الاسبوع هنقعدها مع بعض. الساعه دي هنناقش فيها موضوعاتنا. ايوه. اختاروا انتوا التوقيت واختاروا انتوا الموضوعات. على مدار الشهر هيكون الطفل حصل كم معلومات كبير جدا، كم معرفي كبير. خروجه بقى شهريه كل شهر اخدها انجاجيه كده وانزل. انت محتاجه ايه؟ محتاجه سكراب يا ماما، محتاجه رموش، محتاجه ضوافر، محتاجه اي حاجه نفسك فيها هجيبها لك. الصبيان انت هتكملي كلام على البنات برضه، الصبيان محتاجين اي حاجه برضه مع الام ينزلوا. الصبيان هنزل برضه معاه ان شاء الله، هاكل ايس كريم انا وهو ونرجع بس كده. تمام. يعني حضرتك كده قلت لهم كل حاجه والله، كل الاسرار. ربنا يكرمك يا رب ويحفظ اولادك ان شاء الله. اللهم امين. وتختمي كلامك بايه لكل ام بتشوفك دلوقتي؟ لكل ام خلي بالك من ابنك. خلي بالك من ابنك او بنتك. انت كده كده طالما قررتي انك تبقي ام هتتعبي معاه. فمعلش هقول حاجه اخر حاجه، هتتعبي معاه، فبدل ما تتعبي معاه بالعنف اتعبي معاه بانك توصلي له معلومه. يعني معلش هقول اخر حته، يعني لو عندي طفل صغير جاب اللي هو صندوق المناديل وقعد يطلع منه مناديل ويرمي على الارض، انا ممكن انفعل عليه واقول لي ايه اللي انت بتعمله ده. لو قلت كده خلاص انا احبطته. انما ممكن اقول له تعالى انت عملت كده ليه؟ يقول لي بطير المناديل. اقول له طب تعالى حط المنديل على الترابيزه وانفخ فيه هيطير. يبقى انا كده علمته مفهوم الخفيف والتقيل، الكوبايه ما طارتش والمنديل طار، يبقى انا كده بعلمه عن طريق ان من سلوكه الخاطئ اديله معلومه ايجابيه. فاتعبي شويه مع ابنك عشان يبقى مميز يا رب. يعني نتمنى ان كل الامهات تكون سمعت حضرتك النهارده واستفادت جدا ان شاء الله زي ما احنا كلنا استفدنا. بالعكس بنشكر حضرتك جدا استاذه جيهان انور، معلم اول رياض اطفال. توفيق دايما وربنا يحفظ اولادك يا رب. بنشكرك جدا وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وتوت.